بالدار البيضاء أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني المشتبه بهم في سرقة السيارات. العناصر الأمنية ضبطت منفذ عملية السرقة متلبسا كما حجزت 4 سيارات. روبورتاج فتح أمغار والحسي الوفقي. بمنطقة أمن الحي الحسني قامت الشرطة القضائية بفك خيوط لغز عملية سرقة سيارات من نوع مرسيدس 240 على صعيد ولاية الدار البيضاء، حيث تم إلقاء القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم وحجز 5 سيارات غيرت معالمها واستعملت كسيارة أجرة. قامت العناصر ديال الشرطة القضائية أو مصلحة الشرطة القضائية ب وضع خطة محكمة بتتبع وحراسة بعض النقط اللي كتعرف وقوف هذا النوع من السيارات. أسفرت هذه التحريات وهذا الحراسة على إيقاف شخص متلبس بالسرقة لواحد السيارة من نوع مرسيدس 240. عند الإيقاف ديال المعني بالأمر وبعد البحث معه تبين بأن هذا الشخص كينتمي لواحد العصابة. كما تم حجز أيضا الأدوات التي كانت تستعمل في عملية السرقة والتي طالت أزيد من 30 سيارة. ولمتابعة أطوار هذا الملف سيتم ترحيل المشتبه بهم إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.